بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم صلى الله عليه وسلم؟ آه احنا طبعا محزونين جدا بخسارة المنتخب المصري للشباب تحت 23 سنة من المغرب، ونقول قدر الله ما شاء فعل. وانتم ما قصرتوش بصراحة في الجهد، ما قصرتوش ولعبتوا لحد آخر دقيقة. طبعا عايزين نقول إن الأرض والملعب والحكام واتحاد الكورة فوزي لقجع دي مش أول مرة يعملها، وعملها مع الأهلي قبل كده. فقدر الله ما شاء فعل، وانتوا إن شاء الله بإذن الله فريق جامد جدا وبنحترمكم. وطبعا من أول واحد لآخر واحد في الفريق والإدارة بتاعة المنتخب والجهاز الفني والمعاون، بصراحة نشكركم جدا على اللي عملتوه مع الشباب دول. وهم بصراحة بسم الله ما شاء الله شرف لمصر والمنتخب ولأنديتهم، ونشكركم على اللي عملتوه. نرجع نتكلم إن شاء الله بإذن الله كده على صفقات الأهلي. إن شاء الله بإذن الله نحب نبارك لإمام عاشور على انضمامه للأهلي. وطبعا الأهلي مش هيبقى زي الزمالك يا إمام. الأهلي ليه ضوابط وليه طريقة، طبعا أكيد أنت عارفها، وأكيد كهربا طبعا عرفك بالمبادئ واللعب. وطبعا نشكر الكابتن الكبير أشرف قاسم، لأن هو قال إن إمام عاشور بصراحة يعني دي رغبته، وإحنا نحترم رغبته، إن هو عايز يروح النادي الأهلي لعدة أسباب. السبب الأول إن هو أصلا إمام عايز الراجل يحصل على بطولات، والبطولات ما بيحصلش عليها إلا الأهلي، سواء بقى بالبطولة المحلية بقى عندك الدوري وعندك الكاس وعندك البطولة الخاصة بالنادي الأهلي، بطولة أفريقيا والسوبر. وطبعا هو عايز يثبت نفسه في بطولة كأس العالم للأندية، وده مش عيب، ده حقه يعني. وطبعا الغليان اللي حاصل في نادي الزمالك، الغليان اللي حاصل ان امام عاشور يتنقل. طب ما هو كهربا اتنقل من قبليه، وقبل كده يعني مجدي طلبة وإينو و... وعندك رضا عبد العال و... وطارق السيد لو نفتكر. طبعا اتنقلوا للأهلي من الزمالك. وطبعا عندك انتوا بتتكلموا على اللعيبه اللي بتتنقل منكم للنادي الاهلي. طب ما انتوا بتتكلموا على نجوم كبيره من النادي الاهلي اتنقلت للزمالك، واحد زي جمال عبد الحميد، اللي طبعا دلوقتي الكراهيه يعني معروفه جدا للاهلي من جمال عبد الحميد، ومش عارفين السبب فيها، والحقد والكراهيه. طب الاهلي عمل فيك ايه؟ ده الاهلي كان اصلا هو اساسك، وهو اللي ظهرك، وهو اللي عملك نجم. والكابتن الخطيب طبعا لما انت كنت هتبطل اصلا راح لك عين السيرة وجابك للنادي تاني عشان ترجع تلعب. ايه الحقد والكراهية اللي انت فيها دي يعني؟ وعندك نجمين كبار جدا اتنقلوا للاهلي، اتنقلوا للزمالك، حسام حسن وابراهيم حسن، دول كانوا نجوم في النادي الاهلي وراحوا لك. طب انت عندك ليه الكلام دون غليان دون؟ واحمد حسن الصقر كان في الاهلي، راح جه الاهلي بعد احترافه ورجع الزمالك.
ما تكلمناش ولا اصلا حصل اي مشاكل. ليه الغليان اللي انتوا عاملينه ده على كهرباء، والحرب اللي انتوا عاملينها على كهرباء، وكمان امام عاشور والباقية تأتي ان شاء الله باذن الله. احمد فتوح ان شاء الله باذن الله يجي، وفي كلام ان يجي محمد صبحي الاهلي ان شاء الله في حالة احتراف الشناوي. وان شاء الله باذن الله، يعني مش عايزين ده في الاول يا جماعه وفي الاخر الديكوره، يعني احنا مش عايزين الكراهيه دي تحصل يعني كتير جدا. ونقول طبعا الصفقات اللي هي المفروض انها تبقى للاهلي، فهيبقى ان شاء الله باذن الله طبعا امام عاشور في خط النص بديل حمدي فتحي ربنا يوفقه، وعندك محمد رضا بوبو. وبعد كده ان شاء الله باذن الله محتاجين ان شاء الله باذن الله يعني محمود مرعي يجي ان شاء الله باذن الله في الدفاع. وعندنا ان شاء الله باذن الله محمد شكري هيكون بديل لعلي معلول، يعني في حالة تريح علي معلول يكون محمد شكري. وان شاء الله باذن الله في خط النص كريم برضو ندفد يجي من فيوتشر، الاعاره انتهت. وان شاء الله باذن الله ان احنا عايزين محتاجين يعني النادي الاهلي يدعم باقصى جهده، يدعم الخطوط دي وبالاخص الدفاع، لان الدفاع بصراحه الماتشين اللي فاتوا يعني كان في خلل واضح، وفي تهاون من ربيعه كما قلنا سابق ان رامي ربيعه بياخد الكوره ويخش بيها للنص، ويجي تطول منه الكوره تتخطف تبقى هجمه علينا. عندك برضو بنحترم محمد عبد المنعم وهو محترم وهو لاعب كفء جدا، ونشكره على جهده ونشكره على الهدف اللي جابه في نهائي بطولة أفريقيا أمام الوداد. بس نقول لمحمد عبد المنعم انت يا محمد في تساهل جدا في الكورة، وبتبقى عندك ثقة زيادة في الدفاع، فالكورة ممكن تعمل ركة معاك وتتخطف وتبقى هجمة علينا. فاحنا عايزين ان شاء الله بإذن الله في ماتش الزمالك نكون مصحصحين ومركزين جدا، على اساس ان احنا نتوج ببطولة الدوري في يوم الخميس ان شاء الله بإذن الله في الماتش ده بالاخص، على اساس ان هيبقى فيه لو الزمالك لا قدر الله خد الماتش من الاهلي هتبقى في بهدله وهتبقى في صيحات وهتقعد سنين طويله ان الزمالك عدى الاهلي، وهو اصلا مش هياخد لا بطوله دوري ولا حاجه، بس طبعا هو الماتش ده لوحده بطوله. فاحنا عايزين ان شاء الله باذن الله ان الماتش ده بالذات ناخده ونتوج بالبطوله ان شاء الله باذن الله، وهيبقى يوم عيد ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يتوج ببطوله الدوري من الماتش دون. ونشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.